بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الصغار، أهلا بكم في أولى حلقات رياض الإيمان مع الجد عابد، لأقص لكم بعضا من السيرة العطرة وقصص الأنبياء والتابعين وتابع التابعين من السلف الصالح. وأول ما سنقص من قصص قصة سيدنا آدم أبو الخلق عليه السلام. خلق الله عز وجل سيدنا آدم من الطين ونفخ فيه الروح فصار بشرا، فتبارك الله أحسن الخالقين. وعلم المولى عز وجل سيدنا آدم الأسماء كلها، ثم عرض هذه الأسماء على الملائكة وقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، يعني أخبروني. فقالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فقال الله تعالى: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون. ثم أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس. فقال الله عز وجل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وأنا الذي عبدتك دهرا طويلا قبل أن تخلقه. فقال الله تعالى: لقد علمت في سابق علمي منك المعصية فلن تنفعك العبادة. اخرج من رحمتي مذموما مدحورا، لأملأن جهنم منك وممن تبعك. فقال إبليس عند ذلك: رب انظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. عند ذلك تغيرت خلقته وصار شيطانا رجيما. وكان إبليس من كبار الملائكة، وسمي إبليس لأنه أبلس من رحمة الله، يعني يأس من الرحمة. وأسكن الله عز وجل سيدنا آدم وزوجته حواء الجنة، فأكثروا من خيرات الله عز وجل عدا الشجرة التي حذره منها المولى عز وجل، فزينها لهما إبليس اللعين حتى أكل منها، فخرج من الجنة وهبط على الأرض ليبدأ صراعهما مع إبليس الذي يكيد لآدم وبنيه المكائد حتى يوقع بهم. فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وحتى نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة أترككم في رعاية الله وعنايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله العظيم.